الماتش من صعوبته احنا رحنا جمهور اتحاد العاصمه كان صوته مسموع حوالي 2 3 كيلو بعيد عن الاستاد. انا كنت سامع صوته وانا راكب العربيه ورايح، ودخلت الملعب يخض. الملعب ده اوسع من ملعب شباب بلوزداد. شباب بلوزداد الصوت فيه كان بيرج الملعب لان الاستاد كان مقفول، ولكن دول جمهور شرس لدرجه ان هو بيقول لك الجمهور فيه انقسامات ما بينهم، لدرجه انه كانوا بيتخانقوا مع بعض قبل الماتش وبيحدفوا بعض الشماريخ، اللي على اليمين ناس واللي في النص فوق ناس واللي تحتهم ناس، مش مع بعض. حتى في وسط الماتش كانوا دول بيغنوا اغنيه ودول بيغنوا اغنيه ودول بيغنوا اغنيه، وكانه حاجه غريبه. بس كان وسط كل ده، وسط انه الامن كان بيقول بلاش شماريخ وبيقول لجمهور الزمالك بلاش شماريخ ووصلنا رساله، الشماريخ كانت بتحدف على ارض الملعب. وانا عايز اعرف ايه الغيه كمان فيهم كجمهور انه يولع الشمروخ ويحدفوا في ارض الملعب ويحدفوا على الجمهور بتاعه تحت ويحدفوا على اللعيبه. الموضوع صعب وماتش زي ما بقول لك من اشرس الماتشات، اشرس الماتشات اللي شفتها في حياتي لفرقه بتشجع كوره. مش اشرس من استاد القاهره، عشان استاد القاهره التشجيع باحترام وبادب وبضوابط، لكن هناك مفيش اي حاجه. الموضوع صعب لدرجه انه بقول لك قبل الماتش كانوا بيحدفوا على بعض شماريخ من فوق لتحت وازايز ومي، كل حاجه بتتعمل في الملعب ده.